السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى أقول لك اتحديت نفسي ازاي إن أعمل فطار رمضان في ساعة واحدة بس. بعد ما راحت عليا نومة زي عادتي ودخلت المطبخ متأخر، كنت هضعف وأجيب أكل من المطعم، بس قلت لأ. فكري لحظة، لو كنت عملت كده كنت هكمل باقي رمضان بعيش وجبنة. بس على مين؟ قلت بإذن الله أكسب التحدي وأعمل أكل مطاعم في ساعة واحدة بس، بدون ما الميزانية تخرم معايا. بس أهم حاجة، يلا ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وشوفي الفيديو للآخر عشان تعرفي بقى أنا كسبت التحدي ولا لأ. كان عندي فرخة في التلاجة كده، طلعتها وفكيتها في الميكروويف كده وبالمية السخنة، يعني اتظبطت شوية معايا. بس وغسلتها بمية وملح وليمون وخل ونشفتها، وفتحتها كده من الظهر، وشلت منها السلسلة. بس ما ترميهاش، لا انا بحوشهم واعمل بيهم شوربة وكده. بس كده، زي ما انتوا شايفين. حاولت كده بقى اعملها بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده عشان التتبيله تخش معايا، لان انا مش هسيبها وقت طويل. لا، كنت هسيبها مثلا حوالي نص ساعه بس عشان خاطر ما فيش وقت. بس طبعا يفضل التتبيله تبات من الليل او 4 ساعات او اقل حاجه ساعتين. بس انا عن نفسي ما كانش معايا وقت خالص. بس كده رحت بشرة طماطمايه وبصلايه، وحطيتهم كده على بعض عشان خاطر الوقت، وخدت كده الميه بتاعتهم. حاولت كده انزل منهم ميتهم كويس جدا عشان اتبل بيها الفرخ. بس وحطيت عليها شوية خل ومعلقة سكر كبيرة ومعلقتين صلصة عشان تدي لون احمر حلو كده للفرخة، ونص ليمونة. وحطيت عليها علبة زبادي كده عشان تطريها، عشان خاطر انها مش هتاخد وقت في التتبيلة يعني كتير. وشوية زيت، وشوية رشة فلفل اسود كده. وتتبيلة المشويات، او لو مش متوفر عندك تتبيلة المشويات دي، السبع بهارات. بس كده، تتبيلة بسيطة بس طعمها حلو قوي، ويعني وهتخلي الفرخة في حتة تانية. بس نزلت فيها الفرخة كده، وقعدت ادخل كده بين الجلد ومن كل النواحي عشان خاطر تشرب التتبيله في وقت قليل. وبين الجلد كده عشان خاطر يعني ما يكونش في حته ما خدتش تتبيله. وفي الوقت ده كنت مسخنه الفرن عشان خاطر ما تاخدش وقت معايا خالص. بس ركنتها في التلاجة كده قيمه نص ساعه. حطيت الكبده والقنصه بتاعتها، وبسرعه رحت كان عندي شويه فلفل في التلاجة، فلفل رومي. قلت بعمل جنبيهم شويه محشي، يعني اسهل المحاشي بالنسبه لي كانت الفلفل. حطيت معلقه زبده كده عشان اعمل تسبيكه المحشي، وشويه زيت. ونزلت كده بشوية بصل مفروم فرماه كده، وقعدت اشوح فيه كده، يعني ما خلطوش احمر، لا يا دوب بس دبل معايا او اصفار. وحطيت معلقتين صلصة وشوحتهم كده شوية مع البصلة. وحطيت عصير الطماطم. وحطيت كده مكعبين مرقة كنت فرماهم.
ورشة فلفل اسود وشوية ملح ومعلقة سكر وشوية كزبرة ناشفة، كله ورا بعض عشان خاطر الحق الوقت بس. وكانت عينيا على الساعة على طول يعني عشان خاطر ايه الحق الفطار. بس تقعدوا تعملوا يا جماعة زي كده؟ لا، ظبطوا المنبه يعني واصحوا بدري. بس كده جهزت الشبكة كده وحطيت تحتها فويل، وبس يا دوب طلعتها من التلاجة، ده حطيتها بس على الشبكة. وكنت قايله لكم ان انا مسخنه الفرن جامد، رحت دخلتها على طول. وجبت يعني صينيه كده وحطيت فيها شويه ميه سخنه عشان تنجز معايا وتسوي لي الفرخه بسرعه، البخار اللي يطلع منها. وحطيت كده ورقتين لورا عشان تدي ريحه حلوه. بس وبقى وشويه الفلفل دول قلت لا ما اعملهمش كده والسلام، لا، ما يعني كده كده الوقت ضاع مني. فانا قلت ايه ادلع شويه المحشي دول. قطعت الطماطم كده عشان اعمل زي طاقيه كده للفلفلايه. اولا تدي شكل حلو، كمان ان الطماطم بتدي تسكيره للرز اللي تحت المحشي بيه الفلفل. بس كده التسبيكه اتسبكت معايا، حطيت عليها شويه بقدونس، وحطيت رز مصري كنت غسلاه ومصفياه كده. وكده تتبيله المحشي جاهزه، او تسبيكه المحشي. بس كده رشيت شويه كده بصل من تحت في الحله او في الصينيه. وبدات احشي بسرعه جدا طبعا، وعينيا على الساعه يعني ما كنت بحشي وعينيا على الساعه. وبقى زي اللي باحط لها كده غطا أو طاقية للفلفلاية. أولًا مش هتخلّي الرز يطلع برّه خالص في السِوَى حتى لو درجة الحرارة عالية. تاني حاجة بتدّي تسكيرة تحسّي إن الفلفلاية مسكّرة بسبب الطماطم. لو ما عملتيهاش قبل كده جرّبيها وبجد هتدعي لي. بس كده خلّصت بقى الصينية أو الحلة اللي أنا عاملاها. حطيت مكعبين مرقة وشوية زيت وشوية فلفل أسود ومعلقتين صلصة. ونزلت على طول بمَيّة الغلية اللي أنا مش بافصلها خالص عشان خاطر تساعدني، يعني كل ما تخلص معايا أملاها تاني عشان تساعدني في الأكل يستوي بسرعة. وقلّبتهم كده. هاحط طبق كده عشان خاطر يعني المنظر الجميل اللي أنا عاملاه ده ما يتبهدلش من المَيّة. وتبُصّي كده أنا مش عايزاها المَيّة تعلى، إن يا دوب بس ربعها. بس وتولّعي عليها النار على درجة حرارة متوسطة كده عقبال ما الفرخة تستوي بإذن الله يكون المحشي استوى معاكِ. من أسهل المحاشي بصراحة، ما بتاخدش وقت ولا أي حاجة الفلفل، عن أي محاشي تانية. بس بقى جهّزت شوية سلطة بقى، مش هو أكل مطاعم، قُلت يالّا لازم أعمل سلطة جنب الفرخة. قطّعت شوية خضار كانوا معايا، كان عندي بس طماطم وبصل بس وبقدونس، حتى ما كانش في خيار عندي، قُلت مش مشكلة. وبس وحطيت عليها شوية توابل ملح وفلفل وشطة ومعلقة بابريكا وشوية خل وشوية زيت، نُص ليمونة. وبس وجهّزت شوية سلطة حاتي كده. بس كانت الفرخة بقى استوت، لأن أنا كنت حاطاها مولعة الفرن والشواية مع بعض. استوت كده وكنت حاطة فحم على النار عشان تعمل ريحة زي اللي بنجيبها من برّه كده. ورشيت شوية بقدونس كده عشان خاطر تبقى الفرخة فوقيهم. رغم إن الوقت قليل بس الفرخة استوت جدًا واتأكدت من السوا يعني بنفسي. بس حطيت شوية decoration كده، قُلت ما كده كده أنا اتأخرت خلاص. بس بقى قُلت أجهّز عصير بقى مختلف وجديد وبأفكار جديدة. فاكرين الجوافة اللي كنت مخزناها في الفريزر في التفريزات،
حطيت شوية كده، شوية صغيرين منها، وحطيت عليهم لبن والباقي مية طبعا عشان مش هحط كل ده لبن. وكان عندي لون طعام او لون غذائي كده لونه ازرق. قلت كده اعمل شكل، وطالما انا اتاخرت عليهم في الفطار قلت لازم يعني اراضيهم. وزي ما انتم شايفين طلع شكله يجنن، هو اصلا جوفة باللبن. بس يلا، وجهزت طلعت المحشي وطلعت الفرخة والسلطة. ويلا قولوا لي بقى، انا كنت قد التحدي ولا لا؟ يعني انتوا احكموا انتوا في الكومنتات، ولو كنتوا مكاني كنت عملتوا في الساعة واحدة بس كل الاكلات دي ولا لا. سلام.